حكايتنا النهارده من مدينه ليفربول اللي تقع في شمال غرب المملكه المتحده، وطبعا فيها ميناء كبيره جدا جدا كانت تعد من الاكبر والاهم في القرن ال19 والقرن ال20. تأسست مدينة ليفربول سنة 1207 علشان تبقى واحدة من أكبر الموانئ التجارية حول العالم، واللي لعبت دور مهم جدا جدا في الثورة الصناعية. تعتبر مدينة ليفربول من أكبر مراكز التعليم في العالم لاحتوائها على جامعة من أكبر الجامعات وهي جامعة ليفربول. طبعا أكتر حاجة بتميز مدينة ليفربول في الستينات فريق البيتلز كلنا نعرفه، وحاليا فريق ليفربول. أشهر ديربي موجود هنا في مدينة ليفربول هو ديربي إيفرتون ليفربول، واللي سمي ديربي ميرسي سايد لوقوع مدينة ليفربول على نهر الميرسي سايد. طب وهي إيه حكاية الطائر اللي موجود رمز لمدينة ليفربول؟ هو طائر خيالي مستوحى من طائر الغاق، وزي ما انتم شايفين في منقاره هنا عشب بحري علشان يأكد على أهمية ليفربول كميناء بحري تجاري حول العالم. ويعود تاريخ الطائر دوت للقرن ال13 لما امر الملك جون ببناء مدينه ليفربول. وزي ما انتم شايفين ورايا مبنى الرويال ليفر اللي فوق هتلاقوا طائرين، طائر بيبص على المدينه وطائر بيبص على البحر. الطائر اللي بيبص على البحر ده لحمايه البحاره والتجار، والطائر اللي بيبص على المدينه لحمايه المدينه.